السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي حبايبي الغاليين، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة، إن شاء الله على خير مجتمعين، إن شاء الله يا فاقر يا مقبول يا عظيم الجود. بمناسبة حلول عيد الأضحى، سنة وانتم طيبين إن شاء الله بالصحة والسلامة، إن شاء الله من العيدين الفايزين يا رب العالمين. توا نديرنا وياكم طبعا يقولوا سلطة الفلفل هي طماطم وفلفل مع كانت كنقول تقدم على شويه ونقدموا فيها طبعا وجبه الحوت اللي هو السمك، نقدموا فيها طبعا هي من المقبلات الاغلبيه نقدموا فيها مع وجبه الحوت. وتوا بس ان شاء الله باذن الله نقدموها مع شويات في يوم العيد ان شاء الله باذن الله، فلفل وطماطم. تابعوني عند نهايه الفيديو، متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيه والاعجاب. تابعوني لنهاية الفيديو. هذا الحار طبعا هذه السلطة زي الصلصة السوريلي، تقدم مع الشويات، تقدم مع الحوت اللي هو السمك، فلفل حار مع الطماطم، نوع من انواع المقبلات او سلطة مقلية. هو يكون الفلفل اكثر من الطماطم، يكون الفلفل الحار اكثر من الطماطم. هنا مثل حطيت الطماطم، غلبت الطماطم على الفلفل، واساسا يكون الفلفل هو المغلب على الطماطم. اساسا الطماطم هو يكون مغلب على الطماطم، الفلفل يكون مغلب. هذه سلطة مقلية، صلصة نوع من انواع المقبلات. قسنا طبعا نحب نكرر الكلام مع الشواية مع الحوت اللي هو السمك مع نوع من انواع المقبلات. شوية كمون، نحط عليه عصرة ليمونة وملح بس، هذه حق توابل نتاعها ما فيهاش توابل. شوية كمون بس، كمون حاجة بسيطة، الكمون مع الملح مع بس، هذه هي ملح وكمون بس، هذا التوابل نتاعها. ان شاء الله تنال اعجابك ان شاء الله. ان شاء الله طبعا هي صلصة زي الصلصة كذا، طبعا نقولوا عليها سلطة مشوية او مقلية، مش مشوية لا مقلية قليل. سلطة مقلية نوع من المقبلات، تقدم مع شوية، تقدم مع الحوت، وإن شاء الله تنال إعجابكم. وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه والإعجاب. وعام داير، كل سنة وانتم طيبين بقدوم عيد الأضحى المبارك. السلام عليكم.